يا مساء الخير والسعادة وحسن الظن بالله عليكم يا أجمل إخوات في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. لو انت النهاردة محتاجة دفعة، لو حاسة انك مرهقة، لو أسبوعك فات وما عملتيش فيه بصمة، الفيديو ده معمول مخصوص علشانك انت عارفة قد ايه الشتا بيخلي النفسية تهدى، بس الهدوء ساعات بيفتح لنا الباب للتكاسل وللتأجيل وللانطفاء. النهاردة بقى هنتكلم مع بعض عن ازاي ترجعي طاقتك وهمتك ونشاطك وتعيشي حياتك بإحساس السيطرة والإنجاز بدل الإحساس إن الأيام بتعدي منك. فخدي نفس عميق وحضري مشروب دافي وتعالي نرجع نفسنا مع بعض واحدة واحدة. وخلي بالك إنه الكلام اللي مكتوب في الفيديو ده مش ليك انت لوحدك، ليا أنا كمان، فأنا بكلمكم وبكلم نفسي أولا. وأول حاجة محتاجين نعرفها مع بعض: ليه طاقتك بتنطفي ونشاطك بيختفي؟ رقم واحد: لأنك بتشتغلي من غير رؤية واضحة. أغلب البنات بتصحى من النوم وتسيب اليوم ياخدها، مفيش خطة ومفيش أولويات، وده بيخلي طاقتك تضيع في حاجات ملهاش لازمة، وفي آخر اليوم تتصنعي إنك تعبانة لكن جواكي عارفة إنك ما عملتيش حاجة حقيقية. وعايزاكم تاخدوا بالكم يا بنات من نقطة مهمة جدا: كلمة طاقتك أو تستعيدي طاقتك ملهاش علاقة بعلم الطاقة نهائي. أنا أقصد بطاقتك يعني همتك، قوتك، نشاطك، مش أكتر من كده. رقم اتنين: إنك بترضي الناس أكتر ما بتحاولي ترضي نفسك. اللي بيضيع الطاقة مش الشغل، اللي بيضيع الطاقة هو إنك تعملي ألف حاجة علشان كل الناس تبقى راضية، وفي الآخر تروحي سريرك وانتي مش راضية عن نفسك أصلا. أما بقى رقم 3: إنك محوطة نفسك بناس محبطة، ودول اتكلمنا عنهم مع بعض في الفيديو اللي فات. كمية البنات اللي بتفقد نشاطها لمجرد إن حواليها ناس بتسحب منها روحها كتير جدا. لو يومك مليان نقد ومقارنة وتقليل، طبيعي جدا نشاطك يقع وما يبقاش ليكي نفس لأي حاجة. وعلشان كده لازم نهتم جدا إن احنا نصنع صورة لنفسنا وثقة ما تتهزش برأي أي حد. رقم 4: الروتين الممل اللي مفهوش إنجاز والبيت المكركب. أكتر حاجة بتسحب النشاط حرفيا شكل البيت، لو فيه كركبة، هدوم مرمية، مواعين في الحوض، سرير مش متروق، كل ده يخلي جسمك يدخل في مود أنا عايزة أنام، مش عايزة أعمل أي حاجة ولا حتى أكلم حد. هنا احنا عايزين نعرف مع بعض ازاي نسترجع قوتنا ونشاطنا. أول نص ساعة بعد ما تصحي هي فيها السر كله. أول حاجة: اوعي لما تصحي تفتحي الموبايل فورا، ممنوع. رقم 2: تشربي كوباية مية دافية، بتنشط جسمك وبتنشط الأعضاء الداخلية جوه جسمك، ويا سلام لو عليها معلقة عسل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، هتبقى مفيدة جدا جدا. وهتفتحي الشباك شوية، حتى لو 5 دقايق. عارفة ان الجو شتاء، عارفة ان الجو مش مشجع خالص على فتح الشبابيك، ولكن 5 دقايق هتجددي بس الهوا جوه بيتك بدل الكتمة، وبعد كده هترجعي تقفلي وتدفي الدنيا تاني من أول وجديد. وبعد كده هترتبي سريرك، لان احنا متفقين ان السرير بياخد اكبر مساحة في الغرفة، والسرير مرتب بيدي مظهر للأوضة كلها انها مرتبة. الاربع حاجات دول لو عملتيهم كل يوم هتحس ان حياتك بتبدأ من جديد. طبعا بالنسبة لك 4 حاجات تافهين جدا وملهمش اي معنى، ومستحيل ان هم يغيروا في حياتك ولا في يومك، بس صدقيني لما هتجربيهم يوم على يوم هتلاحظي الفرق، وهتلاقي نفسك انت بتنصحي اللي حواليكي انهم يعملوا كده. طيب ايه الهدف من ال4 حاجات اللي انا شايفاهم تافهين دول ومش هيغيروا حاجة؟ ان هم بيدوا اشارة لعقلك انه في بداية، خلاص اليوم بدأ، خلاص في نشاط، خلاص في حركة. رقم 2: الحركة الخفيفة. مش لازم نعمل رياضة ساعة، 5 دقايق بس تمددي فيها جسمك. يعني التمارين الصباحية البسيطة اللي بنعملها كده لجسمنا، ونحرك ايدينا ونمدد كتافنا، حاجات بسيطة جدا بتخلي الدورة الدموية تجري في جسمك، وبدل ما تبقي كسلانة وسقعانة تلاقي ال5 دقايق دول ملوا جسمك طاقة ونشاط. رقم 3: الأكل اللي بيزود طاقتك. تمر، موز، شوفان، بيض، معلقة عسل. اوعي تبدأي يومك بكافيين من غير حاجة في معدتك، ده هيزود لك الخمول مش النشاط زي ما انت فاكرة. رقم 4: النوم المتقطع. قومي شوفي نظام نومك عامل ازاي، لازم تنامي بدري وتصحي بدري. جسمك دايما بيبقى محتاج لراحة علشان يعرف يبدأ اليوم من أول وجديد بطاقة ونشاط. وأسهل طريقة تخليكي انت تنامي من أول يوم بدري هي انك تصحي بدري. هتضحي بيوم كده كنت سهرانة فيه وتجبري نفسك ان انت تصحي بدري. صدقيني على بال ما تيجي الساعة 9 10 بالكتير قوي هتلاقي نفسك مش قادرة وعايزة تنامي، وبالتالي هتاخدي كفايتك من النوم وهتلاقي نفسك تاني يوم صحتي بدري، وهكذا كل يوم. طيب دلوقتي ازاي استرجع نفسيتي؟ ساعات بيبقى الموضوع مش موضوع كسل بس وقلة نشاط، ساعات بتبقى انت متحملة فوق طاقتك. لو فضلت شايلة مسؤولية البيت والشغل والمشاعر والضغط وكاتمة كل حاجة جواكي من غير ما تطلعيها،
طبيعي انك تنطفي وما يبقاش ليكي نفس الحاجة. اعملي تفريغ يومي، اكتبي حتى ولو 3 سطور قبل ما تنامي عن الحاجات اللي حصلت في اليوم، حاجة ضايقتك، حاجة ما كانش المفروض تعمليها، حاجة عايزة تاخدي بالك منها. حتى لو في البداية مجرد كتابة ومفيش فعل او مفيش تطبيق، مع الوقت عقلك هيستوعب ده وهيستوعب ان لازم يبقى فيه خطوات تعمليها علشان الحاجات اللي مزعلاكي ما تتكررش تاني. رقم 2، انك توقفي مقارنة نفسك بالناس. والله يا حبيبة قلبي المقارنة بتسرق منك كل حاجة أسرع من أي شيء تاني. ركزي في خطتك انت مش في سباق مع حد ومش في سباق مع الناس ومش مضطرة تثبتي نفسك لحد. انت مضطرة ان انت تحسني من نفسك، تكوني أفضل من نفسك كل يوم عن اليوم اللي قبله، تبقي راضية عن نفسك وانت بتعملي حاجة بتحبيها، مش وانت بتعملي زي فلانة علشان ما تبقاش أحسن منك وخلاص. رقم 3، امنعي الكلام السلبي اللي جواكي. المشكلة مش في انك بتسمعي كلام يقلل منك، المشكلة انك بتصدقيه. اعملي قواعد جديدة لنفسك: انا اقدر، انا استحق، انا هنجز حتى ولو على قدي. ساعات الدنيا بتحطنا في مواقف صعبة جدا عمرنا ما كنا نتخيل ان احنا نبقى فيها ونعديها، ولكن بنكتشف لما بنتحط فيها ونبقى مجبرين اننا نواجهها اننا بنعديها وبنتخطاها، وده بيخلينا نكتسب قوة اكبر وبيخلينا قادرين على مواجهة اي حاجة بعد كده. وعلشان كده عايزاكي ما تستهونيش بنفسك. انت ممكن تكوني مش شايفة القوة اللي جواكي دلوقتي، بس صدقيني لما هتتحطي في موقف مضطرة انك انت تواجهيه هتلاقي نفسك واحدة تانية عمرك ما كنت تتخيليها. رقم 4، خدي بريك واعرفي نفسك. كل اسبوع ساعة لنفسك بدون شغل بدون طلبات بيخلي نشاطك يرجع ويبقى احسن من الاول كمان. ويا سلام لو الساعة دي تكون فيها اهتمام ببشرتك، بشعرك، بجسمك، بترطيب جسمك. الحاجات دي بتفرق في نفسيتنا جدا. طيب هنا عايزين نعرف ازاي بقى نسترجع قوتنا ونشاطنا وطاقتنا جوه البيت. خلينا متفقين مع بعض ان البيت المنظم بيساوي دماغ منظمة، ودي حاجة مفيش شك فيها. مفيش بنت هتحس بنشاط وهي عايشة وسط كركبة. البيت لازم يكون مصدر راحة مش مصدر ضغط، وعلشان كده لازم نطبق طريقة ال10 دقايق. طريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش مجهود وهتساعدنا في جو الشتاء البارد ان احنا ننجز حاجات كتير. شغلي التايمر على 10 دقايق في تليفونك ورتبي فيهم ركن واحد: جزامة، ركن في المطبخ، ترابيزة. البيت هيبدأ يتحسن بدون ما تحسي انك بتتعبي. رقم 3، نور البيت وريحته. افتحي الشباك حتى لو الجو برد 5 دقايق بس، هوي الدنيا وجددي الهوا جوه بيتك، وبعد كده اقفلي ودفي الدنيا تاني. ورشة معطر ريحته حلوة بعد الترتيب بتبقى احساس رائع جدا لاي حد موجود في البيت وانتي اول حد. الحاجات دي بترفع هرمون السعادة وتحسن دماغك ان المكان فعلا متجدد. رقم 4، الهدوء اللي قبل ما تنامي. اخر ربع ساعة في يومك اطفي الانوار القوية، وقفي الموبايل، ويستحسن انك توقفي الموبايل قبل كده كمان، ورش معطر حلو في الأوضة. ده بيهيئ جسمك انك تنامي براحة وهدوء وتعرفي تصحي تاني يوم وانت فايقة وكلك طاقة ونشاط. هتيجي دلوقتي وتسأليني تقولي لي ازاي اعمل كل الحاجات دي وانا اصلا ما عنديش همة ولا رغبة في الانجاز. رقم 1، انك يكون عندك هدف، عندك حاجة ومهمة انت عايزة تنجزيها، والهدف ده هيبقى اكيد ليه خطوات، والخطوات دي هنقسمها على 3 مهام في اليوم، تاخد 5 دقايق، تاخد 10 دقايق. المهم ان احنا ما نعملهمش مرة واحدة. الناس اللي بتحط 12 مهمة بيفشلوا. حددي 3 بس واعمليهم بالكامل، ساعتها هتحسي بالانجاز الحقيقي وهتتشجعي ان انت تنجزي نفس ال3 حاجات كل يوم. تخيلي كده معايا لو كل يوم بتنجزي 3 مهام من هدفك، اخر الشهر هتبقي انجزتي قد ايه؟ اخر السنة هتبقي وصلتي لايه؟ فتخيلي كده معايا. رقم 2، هنتبع تقنية تقسيم الوقت: 20 دقيقة شغل زائد 10 دقايق راحة. اللعبة هنا ان مخك ما يتخضش من المهام. 20 دقيقة تركيز تركزي فيها على الحاجة اللي انت بتعمليها، و10 دقايق هترتاحي، تعملي كوباية شاي، تعملي كوباية قهوة، الحاجة اللي انت تحبيها. هتلاقي نفسك انجزتي من غير ما تحسي ومن غير ما تكوني حاسة بضغط وتوتر بيخليكي مش قادرة تركزي. رقم 3، مهم جدا ان انت تكافئي نفسك. اعملي لنفسك جوائز ولو بسيطة جدا، اني لو خلصت مهمة او خلصت هدف هقعد في هدوء مع نفسي، هشرب مشروب هحبه، روتين حلو ههتم فيه ببشرتي كده وشعري. كل الحاجات دي بتدي دماغك اشارة ان انا كل ما هنجز كل ما هرتاح. رقم 4، ودي اهم جزئية في الفيديو، انك تمنعي صحبة المحبطين. حتى لو المحبطين دول ناس حواليا مضطرة ان انا اتعامل معاهم، هشتغل على نفسي
كلامهم ما يأثرش فيا، او ما ادهمش فكرة عن الخطوات اللي انا بعملها او المهام او الاهداف اللي في دماغي علشان ما يقللوش منها ويخلوني افقد الثقة في نفسي. مش لازم تقطعي علاقاتك، بس قللي وقتك معاهم، الحياة بتمشي من غير الكلام السلبي. وفي النهاية عايزة أقولك الحياة مش سباق، الحياة رحلة وكل يوم ليه قيمة. لو حاسة انك تعبانة ده مش ضعف، ده جسم بيطلب راحة وعايز تخطيط وتحفيز عشان يشتغل. ارجعي لنفسك ونظمي بيتك ورتبي يومك وخلي الفيديو ده بداية جديدة. ابدأي حتى ولو بخطوة صغيرة، خطوة صغيرة كل يوم تعمل تغيير كبير. ولو محتاجة فيديوهات أكتر عن البيت والتطوير والنشاط سيبيلي في الكومنتات وهجهزلك كل حاجة انت عايزاها. بشكر كل حبايبي اللي دايما بيشجعوني وبيدعموني، وبقول لكم بحبكم جدا 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 جدا، وبتوحشوني كل فيديو عن الفيديو اللي قبله. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.